معقدهم يا مرعبهم يا مخيفهم. لا لا والف لا. شنو هذا؟ ما هذا الحارس؟ هذا ليس حارس، هذا بعبع، هذا غول، هذا فتاك، هذا حارس مغوار. مانويل نوير اكبر حراس العالم يا سيدي. كلنا عارفين ان في الكوره الدقايق ما بتتقاس بالوقت، بتتقاس باللحظات اللي بتكسر المنطق، لان في ماتشات عاديه بتتلعب وماتشات تانية بتتخلد. وده بالظبط اللي حصل مع مانويل نوير. ظهوره الحقيقي مع شالكة قدام مانشستر يونايتد في دوري الابطال ما كانش مجرد ماتش الحارس شاب، دي كانت الليله اللي العالم بدا يفهم فيها ان في حارس هيغير معنى كلمه حراسه المرمى للابد. مانشستر كان بيهاجم بشكل مرعب، ضغط، تسديدات، فرص من كل حتة، لكن اللي حصل كان شيء مستحيل يتصدق. كأن مانشستر ما كانش بيلعب ضد شالكة، ده كان بيلعب ضد مانويل نوير لوحده. تصديات إعجازية، كرات مستحيل أي حد يطلعها، حتى لعيبة مانشستر نفسها بدأت تتصدم. وكمان السير أليكس فيرجسون كان واقف ومش مستوعب اللي بيحصل، وكل ده بسبب حارس مرمى صغير لسه العالم بيتعرف عليه. ومن الليلة دي بدأت حكاية أسطورة مانويل نوير، الاسم اللي بقى مرادف للتطور والثورة في كرة القدم. ما كانش مجرد حارس مرمى عادي، ده كان قائد وشخصية وأيقونة غيرت شكل اللعبة. نوير اتولد 27 مارس 1986، اتولد في مدينة غيلسنكيرشن في ألمانيا، وكان قريب جدا من ملعب شالكة القديم. دخل مدرسة الكرة الخاصة بشالكة قبل ما يتم 5 سنين. والمضحك في الموضوع إنه أصلا ما كانش في حارس مرمى لفريق الأشبال، فقالوا له ببساطة يا نوير اقف انت حارس. ومن اللحظة دي بدأت الحكاية. نوير ابتداها من تحت خالص في فرق الناشئين والشباب لحد ما وصل للفريق الأول. وأول ماتش ليه في الدوري الألماني كان سنة 2006، كان وقتها عنده 20 سنة، وده كان قدام ألمانيا أخن. وبعدها ب3 شهور بس ميركو مدرب شالكة قرر يخليه الحارس الأساسي للفريق. ومن وقتها موهبة نوير بدأت تظهر للعالم كله. بس أكتر حاجة خلت نوير مختلف إنه كسر فكرة حارس المرمى التقليدي. الناس كانت متعودة إن الحارس ده واحد بيقف بين الأيمين وخلاص، لكن نوير حول نفسه لسلاح كامل جوه الملعب. كان بيطلع من مرماه وبيشارك في اللعب وبيبني الهجمة، وكمان بيقطع الكرة قبل ما تبقى خطيرة. وهو كان السبب في ظهور مفهوم الحارس الليبرو، حارس يقرا اللعب قبل ما يحصل، يتوقع الخطر ويتحكم في المساحات كأنه مدافع إضافي. وجود نوير كان بيدي أي دفاع راحة وأي مهاجم خوف. حتى يوخيم لوف قال وقتها نوير صنع أسلوب جديد في حراسة المرمى. ومع منتخب ألمانيا بدأت حكاية نوير تكبر أكتر. أول ماتش ليه مع المنتخب الأول كان سنة 2009 قدام الإمارات، وبعدها بسنة إصابة رينيه أدلر قبل كأس العالم 2010 فتحت الباب قدامه، وده اللي خلى لوف يحط ثقته الكاملة فيه. ونوير ما خذلش حد. في مونديال جنوب افريقيا ظهر بثقه وشخصيه مرعبه، ومن وقتها نوير بقى الحارس الاساسي لالمانيا. لكن رغم كل الموهبه دي بدايته ما كانتش سهله خالص. واحده من اصعب لحظاته كانت قدام انتر ميلان في دوري الابطال 2010 2011. بعد دقيقه واحده بس من بدايه الماتش استقبل نوير هدف من اغرب واجمل اهداف البطوله، واللي كان عن طريق ديان ستانكوفيتش. واللقطه دي اتحولت وقتها لكابوس عليه. لكن حتى بعد الغلطه الناس بدات تحس ان الحارس ده مختلف فعلا. وفي 2011 نوير قرر يسيب شالكة ويمضي مع بايرن ميونخ، والقرار ده قلب الدنيا. جماهير شالكة زعلت جدا، وجماهير بايرن نفسها كانت رافضه الصفقه، لدرجه ان المدرجات اترفع فيها لافتات مكتوب عليها لا لنوير، وكانوا شايفين ان توماس كرافت اولى بالمكان. وكمان الكل ما نسيش السخريه بتاعته القديمه من اوليفر كين. لكن لما نوير بدا مع بايرن الكابوس استمر. أول جولة في الدوري نوير خرج بشكل غلط تماما، وادى إيجور دي كامارجو هدف الفوز لبروسيا مونشنجلادباخ، وده اللي خلى بايرن يخسر على ملعبه وقتها. بعد 90 دقيقة من ظهوره الناس بدأت تقول إن نوير صفقة فاشلة، والجماهير اللي كانت رافضاه أصلا هجمته أكتر وأكتر. بس اللي ما كانش حد عارفه وقتها إن نفس الحارس ده اللي اتهاجم واتقال عليه فاشل هيبقى بعد سنين قليلة واحد من أعظم حراس المرمى في تاريخ كرة القدم. في موسم 2012-2013 نوير ردت طريقته الخاصة. شباكه استقبلت 18 هدف بس طول الدوري، وبايرن ميونخ كسب وقتها الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، ودي كانت الثلاثية التاريخية. ومن هنا بقى اسم مانويل نوير مش مجرد اسم حارس، ده بقى ثورة كاملة في عالم حراسة المرمى. أندرياس كوبكا مدرب حراس منتخب ألمانيا وقت كأس العالم 2014 كان شايف إن أكتر حاجة بتميز مانويل نوير مش بس مستواه الفني لكن شخصيته، وقال عنه نوير عنده ثقة وقوة شخصية بينقلهم لكل اللي حواليه. والكلام ده كان واضح جدا.
لأن رغم إن طلعاته من المرمى في البداية كانت بتسبب كوارث أحيانا، وهو عمره ما خاف أو اتراجع، بالعكس طور نفسه أكتر لحد ما بقت طلعاته خطة تكتيكية كاملة. وده ظهر بشكل مرعب قدام الجزائر في كأس العالم 2014. وقتها نوير ما كانش مجرد حارس، ده كان مدافع وليبرو وأحيانا لاعب وسط كمان. جنونه كان بيخوف الخصم ويخلي أي مهاجم يتوتر قبل ما يفكر يسدد أصلا. لكن أغرب طلعة عليه في مسيرته ما كانتش قدام الجزائر، ده كانت قدام بايرن ليفركوزن. في ماتش خسروا بايرن 2-1 على ملعب أليانز أرينا. وقتها نوير خرج من المرمى بشكل جنوني لدرجة إنه بقى حرفيا لاعب خط وسط، راوغ واتحرك وكان هيتسبب في هدف التعادل لولا إن كرة كلاوديو بيتزارو عدت جنب القايم. وتاريخيا الناس بدأت تشبه طلعات نوير بالحارس الكولومبي المجنون رينيه هيجيتا، لكن الفرق ان نوير كان اقوى بكتير في التصديات والسيطره داخل منطقه الجزاء. عشان كده جماهير المانيا في كاس العالم 2014 وصفته بانه خليط بين اوليفر كان ورينيه هيجيتا. والاغرب ان نوير بنفسه اعترف بسبب طلعاته المجنونه دي، وقال لصحيفه ديلي ميل: احيانا بيكون ممل جدا انك تبقى حارس مرمى بس. الملل عند نوير هو اللي خلق نسخه مختلفه تماما من الحراس وخلاه يتحول لرمز لكل حاجه غير متوقعه في الكره. ومع الوقت اي حاجه بيعملها بقت تلفت الانتباه، لدرجه ان الصحافه الانجليزيه شبهته بسلاحف النينجا. وده حصل قبل ماتش ارسنال في دوري الابطال، مش بسبب تصدياته لكن لانه لعب وقتها بقفاز غريب كان فيه 4 صوابع بس. والسبب ورا القفاز ده ان نوير كان حصل له اصابه في ايديه اثناء التمرين، فاضطر انه يحط صابعين في مكان صابع واحد علشان يثبت الاوتار. لكن حتى بالقفاز الغريب ده نوير دخل ماتش ارسنال وخرج منه بشباك نظيفه، وكمان اتصدر فرص خطيره جدا واللي بينهم ضرب جزاء لمسعود اوزيل. وكانه نوير كان بيقول للعالم كله: انا مش محتاج حتى كل صوابعي علشان ابقى الافضل. ومستحيل نتكلم عن مانويل نوير من غير ما نتكلم عن حجم الانجازات اللي حققها سواء مع ناديه او مع منتخب بلاده. نوير مع البايرن كسب الدوري الالماني 8 مرات وحقق بطولات كتير محليه، غير انه كسب دوري ابطال اوروبا مرتين 2013 و2020. وفي الفترتين دول نوير كان واحد من اهم اسباب نجاح البايرن. ما كانش مجرد حارس واقف في جون والسلام، ده كان حارس اسطوري بمعنى الكلمه. حتى وقت الهزيمه ووقت الانحدار كان دايما عنده تصديات تخليك مش مستوعب اللي بيحصل. منها التصدي اللي لحد النهارده العقل مش قادر يفسره، اما صد الكرة من كريستيانو رونالدو بطريقه حراس اليد، تصدي كانه خارج من فيلم مش من ماتش كوره. وعلشان كده توج نوير اكتر من مره بلقب افضل حارس في العالم. اما مع منتخب المانيا فكان جزء اساسي من الجيل اللي كسب كاس العالم 2014 في البرازيل. وفي البطوله دي نوير قدم مستويات مرعبه خصوصا في الماتشات الكبيرة والحاسمة، ووصل للقمة كمان في النهائي قدام الأرجنتين لما لعب بثقة وسيطرة كأنه مش حارس مرمى عادي، كأنه قائد جيش كامل جوه الملعب. حقق نوير مسيرة مرعبة مع بايرن ميونخ من وقت ما انضم للفريق سنة 2011 جاي من شالكة. والأغرب إنه نوير من ساعة ما راح البايرن ما فشلش إنه يكسب الدوري غير مرتين بس، أول مرة في موسمه الأول 2011 2012 والمرة الثانية في موسم 2023 2024. غير كده الدوري كأنه محجوز باسم البايرن ومانويل نوير. وكمان كسب كاس المانيا 6 مرات، 5 مع البايرن وواحدة مع الشالكة. وده ارقام اصلا كفايه تخلي واحد من اعظم الحراس في التاريخ. لكن الحكايه لسه ما خلصتش، لان نوير جدد عقده مع بايرن موسم كمان، وده معناه ان عدد بطولاته لسه قابله للزياده وان الاسطوره لسه مكمله. ورغم كل النجاحات دي مسيره مانويل نوير ما كانتش سهله خالص، لانه على مدار سنين طويله اتعرض لاصابات كتيره اثرت عليه، واصعبهم كانت اصابه رجله اليمين سنه 2017. الإصابة دي أبعدته عن الملاعب فترة طويلة جدا وخلت ناس كتير جدا تبدأ تشك فيه. هل نوير خلاص انتهى؟ هل جسمه مبقاش يستحمل؟ لكن نوير رجع ورجع بطريقته الخاصة، رجع وكأنه بيقول أنا لسه هنا. نوير استعاد مستواه ورجع يثبت من جديد إنه واحد من أفضل حراس المرمى في العالم. وده اللي كان دايما بيميز مانويل نوير، مش بس موهبته لكن شخصيته. نوير ما كانش مجرد حارس، ده كان قائد حقيقي. علشان كده شال شارة قيادة بايرن ميونخ وكمان منتخب ألمانيا. وجوده لوحده كان بيدي أي فريق ثقة، وفي أصعب لحظات الضغط كان الكل بيبص عليه هو، لأن نوير كان دايما الشخص اللي بيطمن فريقه وبيحافظ على هدوءه مهما كانت الفوضى حواليه. وده غير مهاراته أصلا اللي كانت مختلفة عن أي حارس مرمى تاني: تصديات، تمركز، رد فعل، لكن كمان تحكم بالكرة وتمريرات دقيقة وبناء هجمة من تحت. كان بيلعب أوقات كأنه مدافع زيادة أو لاعب وسط متأخر، وده اللي خلاه جزء أساسي من طريقة لعب أي فريق بيلعب فيه. قدرته على توزيع الكرة بدقة وتحكمه تحت الضغط خلى وجوده ميزة تكتيكية كاملة، وعلشان كده النوعية دي من الحراس نادرة جدا. لكن مانويل نوير كان النسخة الأبرز منها في تاريخ كرة القدم. مانويل نوير ما كانش مجرد حارس مرمى،
ده كان رمز كامل لكرة القدم الحديثة. الحارس غير مفهوم مركز كامل وخلى العالم يبص لحراسة المرمى بطريقة مختلفة. بفضل فكرة الحارس الليبرو قدر يحول الحارس من مجرد لاعب واقف بين الأيمين لسلاح يشارك في الهجوم والدفاع مع بعض، بيقود فريقه وبيبني اللعب وينقذ الماتش في نفس الوقت. ورغم كل الإصابات والتحديات اللي قابلته عمره ما اختفى، كل مرة كان بيقع فيها كان بيرجع أقوى من الأول. وعلشان كده إرث نوير هيفضل مصدر إلهام لأي حارس هيجي بعده، لأن ببساطة مانويل نوير مغيرش مركز حراسة المرمى وبس، ده أعاد تعريفه بالكامل، وهيفضل دايما واحد من أعظم ويمكن الأفضل في تاريخ حراسة المرمى. لو وصلت لحد هنا فاعرف إن أنت فوق 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 راسي، وما تنساش لايك واشتراك عشان بيكم نستمر. مع السلامة.